أنغام، وهي بتقول عارف إحنا طول فراقنا زي إيه، زي لوحة باهتة لونها ما يترسمش. هي دي اللحظة بتاعتنا النهاردة، بس مش الأغنية نفسها، لأ، الأغنية وهي بتتغنى في الحفلة بتاعة أنغام ليلة صوت مصر، وطالع يغنيها معاها تامر عاشور. اللحظة دي كانت لحظة استثنائية. تامر وهو داخل من ورا، تامر عاشور هو ملحن الأغنية، وبيمسك إيديها، والأغنية أكنها اتخلقت عشان تتغنى دي. يا جماعة الأغنية دي ما اتخلقتش عشان حد بس بيتكلم فيها، هي حوار بين اتنين حبيبة رايح جاي. اللي هو هي بتقول له عارف احنا ليه، احنا طول فراقنا زي ايه، وهو يرد عليها يقول لا كنت عمري اللي مقصود بيه الكلام، كنت ظهري ونفسي ظهري ما يتمش. وفي الآخر الاتنين وهم بيعاتبوا بعض ليه وافقنا وسيبنا بعض ازاي وليه. الأغنية دي, دي أنا تخيلت إن أنا شغالة في فرح. دي مش أغنية فراق، دي مش أغنية وداع، دي أغنية حب، أغنية عتاب رقيق الاتنين بيستهبلوا، اتنين فاكرين إن هما يقدروا يعيشوا بعيد عن بعض. أنغام عملت أغاني كتير، ما أقدرش الصراحة أقول إن دي أحلى أغنية في أغاني أنغام، بس هي من أحلى أغانيها. لأي حد ما شافش الفيديو بتاع الحفلة بتاع أنغام، أنا كده كده هسيب الفيديو في الكومنت، لازم تشوفوه. الأغنية دي من أحلى الأغاني الرومانسية والعاطفية. الأغنية دي فيها ذكرى برضه شخصية كالعادة، ودايما في فيديوهات لحظة هي بتبقى فيها جزء شخصي كتير. يعني كانت دايما مرتبطة بحد دايما ببعتها له، ودايما ما بيبقاش فاهم أنا ليه ببعتها، وأكن هو بيجسد طول الوقت السطر بتاع الأغنية زي سطر متشخبط عليه مهما حاولت تقرا ما يتفهم.